نزلت النهارده بقى اجيب خضار، لقيت البتنجان ده ما كانش في دماغي خالص ان انا اعمل محشي. اي بتنجان ب5 جنيه. رحت جايبه 2 كيلو بتنجان كده وقلت بقى نعمل محشي، وجبت الطماطم والخضره وجبت ربع فلفل، وعملت بقى احلى محشي اقتصادي مش مكلف خالص. يعني ال2 كيلو بتنجان دول ب10 جنيه ما شاء الله، وربع الفلفل ب2 جنيه، يعني موفر جدا. هو الرز بس، هو الرز اللي غالي. كيلو الرز دلوقتي ب30 جنيه. بقى قورت بقى البتنجان كده، وبدأت ان انا اغسل بتنجانية بتنجانية كده واصفيها. صفيته بالشكل ده وقلت بقى اعمل التسبيكة بتاعته. بشرت بصلاية كده كبيرة او بصلتين تقريبا، وحطيت عليهم الزيت. ودلوقتي بغسل الخضرة بقى وسايبة البصل على النار. قلت اغسل الخضرة وبعد كده اعمل التسبيكة. غسلت البتنجان وغسلت الخضرة، وهنا بقى هشوح كده البصلاية حمرها. ولقيت الفلفلاية دي بقى كده فلفل رومي محمر كده، ادى طعم فظيع في المحشي. شوحت البصل كده بالزيت، وبعد كده ضربت شفشق الطماطم بالفلفلاية في الخلاط، وحطيت ملح وفلفل وكمون وبهارات، وقطعت الخضرة بالشكل ده رفيع خالص. وبعد كده هنزل بقى بالرز بعد ما يتعمل. هنا حطيت قالب ماجي وكيس صلصة وملح وفلفل، واحط شوية مية عشان نعمل الشوربة بتاعتنا. محشي اقتصادي مش محتاج اي حاجة جنبه، هو كفاية قوي. كان طعمه زي العسل. بعد بقى الصلصة ما اتسبكت كده بالشكل ده وقلت خالص، غسلة بقى الرز. حسيت ان هي لسه فيها شوية مية، سبتها تتسبك شوية. هنا بقى خلاص كده اتسبكت. غسلة الرز ومصفياه، ورحت نازلة بيه على التسبيكة. هقلب بقى التسبيكة مع الرز على النار. التقليبة ديت بتخلي المحشي معاكي احمر وشكله مغري قوي. بصوا هتشوفوا دلوقتي المحشي بعد ما يستوي هيبقى عامل ازاي بفضل التقليبة دي. ده سر ان المحشي يبقى احمر معاكي. واهم حاجة تحطي الرز بعد ما التسبيكة تتسبك خالص، ما يبقاش فيها اي سوائل او مية علشان ما يعجنش منك. تمام كده، قلبتها تمام قوي. هقفل بقى عليها النار واسيب الرز يرتاح شوية يهدى، واقوم نازلة بيه على الخضرة. كده بقى تمام قوي. ورحت حطاه بقى بعد ما هدي كده على الخضرة، وهديهم تقلبتين كده عشان يبردوا. هنا البتنجان والفلفل. جبت بقى الحلة بتاعتي اللي انا سبكت فيها برضو، علشان يعني التسبيكة اللي فيها برضو حرام تضيع يعني. ورحت حشيه بالجمال ده، فلفل وبتنجان اسمر وبتنجان ابيض. وهنا الشوربة بتاعتي اول ما تغلي هقوم نازلة بيها على الفلفل والبتنجان الاسمر، وهرفعه بقى على النار. واول ما احط الشوربة كده لحد نص البتنجانة، واول ما الشوربة تتشرب هقوم موطية عليه. وطلع معايا بالجمال ده. والصوص بقى بتاع المحشي ده فظيع. هنحمر بقى كده طاسة بتنجان، والتاني بقى فضيته كده في الصينية ديت، وكلنا احلى محشي النهاردة. ما كلفنيش كتير.